التفاصيل وبعدين ندخل على الموضوع العراقي. طبعا صراع إقليمي كبير جدا ما بين الأتراك والإسرائيليين في المنطقة كلها يمتد من إيران إلى العراق إلى سوريا. العراق يستورد الغاز من إيران مع أنه العراق يمتلك احتياطي غاز هائل جدا، لكن ما استثمروا وما خلوا الإيرانيين يستثمروا هذا الغاز لحتى يشتروا الغاز الإيراني لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها. كلياته هجوم على شرق الفرات مثل اللي صار في السويداء، لكن الخطة ما نجحت. الخطة هون ما نجحت ليش؟ لأنه الإسرائيليين صاحيين عليها. سقوط شرق الفرات يعني سيطرة تركيا على كل المعابر الاقتصادية، يعني كل المعابر الاقتصادية اللي كانت تحلم فيها إسرائيل ومصالحها تدمرت. يعني التنظيمات الراديكالية اللي هي مشابهة لحركة حماس أسعد الله مساءكم كل الأخوة اللي دخلوا معانا اللايف، تحياتي لكم كل باسمه ورسمه. طبعا يومين كان لدينا ظروف اضطرينا أنه نكون بعيدين عن المشهد نوعا ما. طبعا أنا كنت جتني أسئلة كتير أنه ماذا يحصل في السويداء، شو التفسير أو السياسي لما يجري في السويداء، وأنا كنت متحفظ بصراحة لبين ما تتوضح الصورة أكثر وحتى تنتهي المسألة العملية اللي موجودة فيها. وقتها أنا قلت لكم هي ما مطولة كتير. طبعا كتير من الناس اللي شافت أنه كان في لقاء ما بين أحمد الشرع والإسرائيليين في الإمارات في الزيارة الأخيرة اللي راح إلها. بعد الإمارات ذهب الوفد السوري إلى بانكو في أذربيجان، وكان في مفاوضات للسلام هناك. وشفنا نحن الصحافة العالمية اللي كانت تتحدث قرب اتفاق وتوقيع الاتفاقيات الإبراهيمية وكل هذا، وكان تقريبا شبه المواضيع كلها منتهية، وفعلا هي المباحثات انتهت بأذربيجان وكانت إيجابية واتفقوا على كل شيء. طيب شو اللي حصل؟ هنا مربط الفرس لحتى نفهم شو اللي صار تماما. طبعا كل من يعتقد بأن الإسرائيليين أغبياء وسذج بيكون ساذج وغبي، لأنه هؤلاء أعتقد أنه يملكون عقول يستطيعون فهم خفايا أي اتفاق على المدى البعيد جدا. طيب شو دور الإمارات بهذا الموضوع؟ هنا أيضا نقطة هامة للغاية. ذهب أحمد شرع إلى الإمارات قبل المفاوضات اللي كانت تجري في أذربيجان، وعلى فكرة أحمد الشرع وافق على كل شروط الإسرائيليين. الجنوب منطقة منزوعة السلاح، تنازل عن الجولان، وحكيت هذا المواضيع كلها وقلت لكم زبدة الموضوع وزبدة المفاوضات اللي راح تحصل بيناتهم، وما في أمامه خيارات إلا أن يوافق أحمد الشرع. النقطة الوحيدة اللي أحمد الشرع كان مصر عليها في أذربيجان هي النقطة المتعلقة بالأتراك، وهذا هم الأتراك كلياته. ما عندهم مشكلة يخسر الجنوب، الأتراك مو بلدهم، بدهم فقط مصالحهم في سوريا اللي كانت. وتفاوضوا الأتراك على الساحل السوري بشكل كبير، إنه أحمد الشرع ما بيتنازل عن مسألة الساحل، لكن بالمتطلبات الإسرائيلية وافق عليها كلياتها في الجنوب. أولا التنازل عن الجولان بشكل رسمي، 2 إخلاء الجنوب بشكل كامل من الأسلحة واعتبارها منطقة عازلة بشكل كامل، والساحل لم يستطيع الإسرائيليين أنه يضغطوا على أحمد الشرع أنه يخليها كمان من الساحل وما يمنع الأتراك أنه يدخلوا عليها، وهذا هو هدف الأتراك أساسا. فكانوا موافقين على مفاوضات مع إسرائيل بس بشرط واحد، أنه ما يتنازل أحمد الشرع عن الساحل، ويقبلوا الإسرائيليين أنه الأتراك يكون لهم دور في سوريا. وهون
مربط الفرس مثل ما قلت لكم، لأنه الإسرائيليين ما قادرين قدام الأمريكان والدول العالمية أنه يضغطوا أكثر على الشرع وما يوافقوا على من دون سبب، ما يوافقوا على عملية السلام. نحن بنعطيك الجولان اللي ما أعطاه حافظ الأسد ولا بشار الأسد، وبنعطيك الجنوب السوري كلياته منزوع السلاح. ما بنقول أنه إسرائيل راح تأخذه بشكل نهائي وتضمه لإسرائيل، لا، بس منزوع السلاح بشكل كامل ومنطقة عازلة نهائيا. هلأ هون أحمد الشرع والأتراك حسوا بإيش؟ حسوا بأنهم انتصروا، ووافقت إسرائيل على كل العملية، لكن الإسرائيليين لازم يفشلون عملية السلام نوعا ما. طبعا الأتراك كمان أنا قلت لكم قبل الآن، إذا أحسوا بأنه أحمد الشرع يخرج من إيدهم وراح يصير اتفاقية سلام وراح يوافق أنه ما بتقوم قواعد تركيا ومصالح تركيا في سوريا، الأتراك أيضا راح يقوموا بإفشال عملية السلام. الحركة اللي صارت على السويداء هي بفعل المخابرات التركية الميت، مو بفعل أحمد الشرع، بس أنا بقول لكم شلون. طبعا كانت كل الأمور ذاهبة إلى عملية سلام والاتفاقيات على توقيع على اتفاقيات السلام الإبراهيمي، وشفنا حتى ترامب نفسه طلع وتفاخر بالموضوع وقال قريبا سوريا ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، والموضوع شبه منتهي بهذا الموضوع، والعالم كلياته كان ذاب إلى شرعنة أحمد الشرع نوعا ما. لكن المصالح الإسرائيلية في سوريا هي تتضارب مع المصالح البعيدة المدى مع الأتراك. طبعا شفنا اتفاقية الغاز، واتفاقية الغاز اللي وقعها أحمد الشرع على أساس مع الأذربيجانيين، وصور الأتراك بأنه هاي الاتفاقية هي لدعم سوريا بالغاز، مع أنه سوريا ما بتحتاج إلى غاز حقيقة، مو هذاك الغاز. شو مغزى هاي الاتفاقية؟ هاي الاتفاقية متعلقة بالعراق. بالعراق؟ نعم. كيف؟ هلا بشرح لكم بالتفاصيل بعدين ندخل على الموضوع العراقي. طبعا صراع إقليمي كبير جدا ما بين الأتراك والإسرائيليين في المنطقة كلها، يمتد من إيران إلى العراق إلى سوريا. بعد ما اكتشف الإسرائيليين اللعبة التركية الكبيرة جدا، شوفوا ما ضربوا العراق ولا الحشد الشعبي نهائيا. دخول الأتراك قبل عام ونصف عامين إلى العراق هو تحضير للمرحلة القادمة. يظن الأتراك بأنهم قادرين أن يحلوا محل إيران في العراق، فجهزوا كل أمورهم في داخل العراق وعلى الحدود في سوريا، وربوا هؤلاء المرتزقة كلياتهم للسيطرة على العراق في المستقبل، لأنه عرفانين أنه بدهم تنضرب الأذرع الشيعية اللي موجودة فيها. فتحريك العرب السنة اللي موجودين في العراق احنا كلياتنا معنا ضده طبعا، ونحن كلياتنا مع حقوق اخواننا العرب السنة سواء في سوريا ولا في العراق ولا غيره، ولكن التركي ليس أفضل من الإسرائيلي وما بيفرقوا شيء نهائيا عن بعضهم. فالأتراك لديهم خطة كان بالسيطرة على سوريا والعراق، وخصوصا أيضا من ضمنها الشريط الحدودي الموجود ما بين البلدين، لإيقاف كل المشاريع الاقتصادية المستقبلية اللي بتنطرح، مثل معبر داوود، المعابر الاقتصادية، طريق السيليكون، المعبر الهندي، كل هاي اللي تطرح تفكر فيها إسرائيل الأتراك يحاولوا يعرقلوها بأي شكل من الأشكال. وهذا أمر أعتقد واضح جدا. المنافسة الاقتصادية على المعابر الاقتصادية اللي موجودة كبيرة جدا ما بين الأتراك وما بين الإسرائيليين. لذلك هلا راح نشوف محاولة الإسرائيليين رويدا رويدا السيطرة على الحدود الأردنية بشكل كامل. طبعا سيطرة الإسرائيليين على الحدود الأردنية في درعا، طبعا إسرائيل متوغلة بشكل كبير جدا بالريف الغربي من درعا وواصلة إلى أطراف دمشق 10 كيلومتر. امبارح سيطرت على قطنة، طبعا سيطرت على القنيطرة قبل بشكل كبير، تقريبا انتهت وعم تتقدم فيه يوميا بشكل بطيء. الآن راح نشوف عن قريب تحرك في الريف الشرقي لدرعا، والتحرك في الريف الشرقي يعني إغلاق الشريط الحدودي مع الأردن. وهنا
قطع على الأتراك كل المشاريع الاقتصادية والأنابيب اللي كانت تحلم أنه تجيها من السعودية ومن قطر إلى داخل تركيا. طبعا هنا السعودية أيضا في عندها أمر معين، أنه أجلت الاتفاق اللي كان موجود، أنه ما في اتفاقية سلام بالأساس مع إسرائيل، فصعب جدا أنه النفط السعودي يروح عن طريق ميناء حيفا. طبعا بدي أقول لكم معلومة هامة اقتصادية جدا، أنه يحاول الغرب والإسرائيليين الاستغناء عن مضيق هرمز. ليش؟ لأنه تكلفة نقل البترول من مضيق هرمز عالية جدا. وأنتم تشوفوا هلا العراق يعني كمان نفس الشيء، مع أنه هي موجودة على الخليج وقادرة من ميناء البصرة ومن القصر أنه تصدر البترول تبعها وحتى بترول كركوك، لكن يزداد سعره هيك عالميا بشكل كبير، فلذلك الأفضل أنه يكون من سواحل البحر المتوسط. فلذلك العراق قام باتفاقية عام 1957 مع سوريا بنقل النفط السوري إلى ميناء بانياس، اللي تعطل في عام 1979 بسبب الخلافات اللي كانت موجودة ما بين العراق وسوريا، فتوجهت في عام 1975 باتفاقية مع تركيا وقتها، وأنشأت أنبوبين لنقل البترول إلى ميناء جيهان التركي. طيب هلا هذا مو موضوعنا، في يوم آخر رح نشرح فيه معمقا عن الأنبوبين سواء من سوريا ولا من العراق والطموحات المستقبلية القادمة فيها. طبعا مثل ما قلت لكم، توقيع اتفاقية الغاز كانت مع أذربيجان ليحل الغاز الأذري محل الغاز الإيراني اللي يمد للعراق في حال سقوط الحكومة العراقية. يعني الأتراك يلعبون مؤامرة خبيثة جدا على العراق لفعل انقلاب فيه عن طريق الإسلاميين الراديكاليين، وظانين أنه إسرائيل راح تأيدهم والأمريكان راح يأيدوهم لأنه هم بداية التخلص من الأذرع الشيعية. لكن إسرائيل لما حست بالموضوع وخطورة الموضوع هذا، أوقفت ضرب الأذرع الشيعية الموجودة في العراق وأجلت هذا الموضوع، لأنه بعيدين عنهم عن الحدود، ما بشكله خطر كبير حاليا، ما بعطي فرصة للأتراك أنه يستولوا على العراق من بدال إيران. لا، أنا بخلي هدول الأذرع الشيعية اللي موجودين في العراق، وإذا أسقطت أنا الحكومة الإيرانية أو ضربت الحكومة الإيرانية، أوتوماتيكيا هم راح يكون دورهم فقط داخل العراق، أصبحوا سد منيع أمام الأتراك أيضا ومدهم لحتى ما يسيطروا على البترول والنفط العراقي وما يوصلوا للخليج. وهذا أهم نقطة. واحنا شفنا الاتفاقيات اللي وقعها أردوغان مع السوداني على معبر التنمية من البصرة إلى تركيا وقتها. طيب هلا السؤال الذي يطرح نفسه، ما دام بدهم يعملوا معابر، كانوا شو الحاجة انه يصدروا نفطهم عن طريق البحر المتوسط؟ التكلفة تكلفة نقل البترول من ميناء البصرة عبر المضيق بحر العرب ولفها من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلنطي وانتشارها يكلف كتير، ويزيد ويقل من هامش الأرباح عفوا. فلذلك بالنسبة لهم لما تكون أسعار البترول تنخفض بشكل كبير، ما في جدوى اقتصادية إني أصدر من ميناء البصرة. فلذلك العراق دائما تحتاج إلى دولة على شواطئ المتوسط، وما عندها غير دولتين الحدوديتين هي سوريا وتركيا. مثل ما قلت لكم، العراق يستورد الغاز من إيران، مع أنه العراق يمتلك احتياطي غاز هائل جدا، لكن ما استثمروا وما خلوا الإيرانيين يستثمروا هذا الغاز لحتى يشتروا الغاز الإيراني لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها. فالأتراك قاموا وقعوا اتفاقية ما بين سوريا أحمد الشرع وأذربيجان لتصدير الغاز الأذري مستقبلا إلى العراق في حال سيطرة تركيا على العراق. وهاي تفكير على مدى عامين القادمين بيفكر فيه الأتراك بالطريقة هاي. طبعا هون يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سيطرة أحمد الشرع على الحدود العراقية، ويتطلب هنا إنهاء قسد. طيب شو اللي حصل؟ والإسرائيليين عرفوا هذا المخطط كلياته. اللي حصل إنه الإسرائيليين لعبوا لعبة كبيرة على الأتراك، ولعبوا اللعبة نفسها على أحمد الشرع نفسه أيضا.
الأتراك طلبوا من أحمد الشرع أنه يأخذ موافقة من الإسرائيليين بحيث أنه يوهم الشعب السوري بانتصار كبير جدا. فقالوا له بس اسمح لنا أنه ندخل نحن الأمن العام إلى داخل منطقة السويداء ونوهمهم أنه نحن سيطرنا وانتهى هذا الموضوع، لحتى يطبق هذا نفسه على شرق الفرات. فكان الهدف من العملية كلياتها المستهدف هو شرق الفرات، وبضغط بعدين يصير أمريكي وسعودي ومن الدول الأخرى بأنه قصد أنت كمان لازم تصيري مثل السويداء، وانتهى هذا الموضوع. طبعا مثل ما قلت لكم الإسرائيليين أذكياء جدا، عرفانين إذا دخل الأمن العام بده يحصل مشاكل، لأنه أحمد الشرع بالأساس ما بيسيطر على الأمن العام ولا الهيئة أبدا، هي حالة فصائلية مركبة تركيب، ما في جيش سوري نهائيا، هذا كله كلام كذب. وشوفوا صار له 3 أيام بيحاول بشق الأنفس أنه بيرجع الناس وأنه يطفي اللي حصل في السويداء، مع أنه هو نفسه استهدف، الإسرائيليين استهدفوه ونسفوا عملية السلام بهذا الموضوع. على فكرة استهدفوه هو شخصيا واستهدفوا قادته وكذا، ووصلت المرحلة أنه بدهم يغتالوا لا محالة. بضغط سعودي هائل جدا على الولايات المتحدة الأمريكية ما خلوا إسرائيل تغتال أحمد الشرع والحكومة الموجودة فيه بداخلها. طبعا هنا شوفوا المصالح الأمريكية قبض مصاري من السعودي. حقيقة السعوديين ما عندهم مشكلة حاليا أنه حتى الأتراك يسيطروا على العراق ويسيطروا على سوريا، بس التخلص من الأذرع الشيعية بشكل نهائي، وبعدين معالجة هذا الموضوع. هاي خطأ استراتيجي كبير جدا للمملكة العربية السعودية، لأنه أنت تستبدل السيء بالسيء الآخر، وهاي التنظيمات الراديكالية هاي كلياتها في المستقبل القريب رح تكون خطر على دول الخليج والمملكة العربية السعودية كلياتها. لكن الأشقاء في المملكة العربية السعودية يعني حابين يتخلصوا من الإيرانيين والأذرع الشيعية، وظانين أنه قادرين يرجعوا العراق إلى الحضن العربي مرة ثانية، وهذا تقدير خطأ، هذا تقدير خطأ كبير جدا. بالنسبة للأتراك مثل ما قلت لكم، هم إذا سيطروا على العراق وسيطروا على سوريا من دون الجنوب حتى ما في مشكلة، عرقلوا كل المعابر الاقتصادية وجبروا الدول العالمية كلياتها أنه تكون كل المعابر عن طريقها. الصراع هنا وراح أشرح لكم إياه في قادم الأيام بالخرائط ما بين إسرائيل وتركيا على أنه المعابر الاقتصادية كلياتها تكون من أراضيها. تركيا تأمل أنه تكون نوعا ما من أراضيها، وخصوصا الأنبوب القطري السعودي للغاز اللي يوصل بدل الغاز الروسي اللي بده يقطعوه بشكل نهائي أوروبا في هذه الحالة. بالنسبة للأوروبيين المسألة مو فارقة معهم بشكل كبير، المهم يوصلهم الغاز، لأنه بيشتروا إلى الآن الغاز الصخري من الولايات المتحدة الأمريكية وبأسعار عالية جدا، وهم أساسا مو رغبانين يشتروا الغاز الروسي بسبب الأحداث اللي موجودة في أوكرانيا. فبالنسبة للأوروبيين إذا وصلهم الغاز من إسرائيل أو من ميناء حيفا إلى أوروبا ما بتفرق معاهم كتير، إلا مراعاة لإسرائيل فأمر آخر مختلف. لذلك رح نشوف تحرك. شوف إسرائيل إلى الآن قصدا ما متحركة بالريف الشرقي من درعا، رح تسكر الحدود الأردنية، وإسرائيل إذا سكرت الحدود الأردنية انقطعت سوريا عن العالم العربي، لأنه أساسا قاعدة التنف اللي موجودة في شرق الفرات فوق شرق الفرات هي تقريبا قاطعة الحدود العراقية نوعا ما، فلن يستطيع أحد التحرك في الحدود العراقية على الأقل مؤقتا لحتى تدخل إسرائيل وتسيطر على الحدود العراقية. بمجرد سيطرة إسرائيل على الحدود الأردنية والسيطرة على الحدود العراقية أو إنشاء ما يسمى بمعبر داود اللي يحتاج إلى قوة أمنية، وقتها يكون انقطعت سوريا بالحدود البرية بشكل كامل، ما بيضل لها حدود برية إلا مع لبنان، وتعتبر لبنان دولة مغلقة غير مرتبطة بريا إلا مع إسرائيل نفس الوقت، فيبقى البحر فقط لسوريا هنا، إذا ظل الساحل طبعا بإيدهم،
لأنه هناك مشروع الساحل راح نتحدث فيه في يوم آخر. يعني قريب جدا راح نشوف تحرك إسرائيلي بإغلاق الحدود الأردنية، وعند دخول الإسرائيليين إلى الحدود الأردنية هذا يعني مباشرة بأنهم راح يشتغلوا على معبر داوود، لأنه من السويداء إلى قاعدة التنف 85 كيلومتر تستطيع إسرائيل السيطرة عليه بكل سهولة. طيب شو اللي حصل؟ شو الهدف من العملية كلياتها؟ شوفوا، أهم شغلة عملتها إسرائيل واستفادت الآن، أخرجت كل البدو من السويداء، وحركت كل تقريبا أهالي المنطقة الشرقية ودير الزور وهاي باتجاه الداخل. وهاي اللعبة ديمغرافية بإعادة التموضع للأقليات وللشعوب اللي موجودة في المنطقة كلياتها. وأحمد الشرع شريك فيها. شوف، أحمد الشرع ليس عدو لإسرائيل مشان تعرفوا. أحمد الشرع بيطبق المخطط الإسرائيلي بشكل كامل. العقبة الوحيدة اللي أمامه هي تركيا. لولا وجود تركيا كان بكل سهولة أحمد الشرع سيطر على سوريا كلياتها، وما عنده مشكلة نهائيا يوقع أي اتفاقية مع إسرائيل وتنتهي هذا الموضوع. اللي بده يوصل سوريا إلى التقسيم هي تركيا، وحقيقة بأفعالها اللي جارية. شفتوا حركتهم في منطقة السويداء؟ قاموا الأتراك مباشرة لما فات الأمن العام باتفاق مع إسرائيل للسويداء. وأنا قلت لكم هاي كانت مؤامرة نوعا ما. الإسرائيليين يتآمرون والأتراك يتآمرون كلهم على حدة. الإسرائيليين عرفانين إذا دخلوا هذولا بده يقوموا بمجازر وفظائع، وما كانت إلا قضية البدو اللي اخترعوها واختراع. طيب شو الخطة كانت بالأساس؟ الخطة أنه يدخل الأمن العام إلى السويداء ويورجوا الشعب السوري أنه أحمد الشرع هو بطل. شلون؟ استطاع أن يرجع السويداء وينزع السلاح ودخل الأمن العام وطلع حتى ولو بتمثيلية. يوهم الشعب السوري هون أنه استطاع، فيتشجع الشعب السوري على شرق الفرات، فيقوم أحمد الشرع بطلبهم منهم أيضا نزع السلاح مثل ما نزعوا في السويداء، فيرفض شرق الفرات نوعا ما، فتحصل تجيش عشائري وحكومي كلياته هجوم على شرق الفرات مثل اللي صار في السويداء. لكن الخطة ما نجحت. الخطة هون ما نجحت ليش؟ لأنه الإسرائيليين صاحيين عليها. سقوط شرق الفرات يعني سيطرة تركيا على كل المعابر الاقتصادية، يعني كل المعابر الاقتصادية اللي كانت تحلم فيها إسرائيل ومصالحها تدمرت. يعني التنظيمات الراديكالية اللي هي مشابهة لحركة حماس تصبح أكبر تهديد لإسرائيل. الجهة الوحيدة اللي في سوريا اللي ممكن تكون لها شكل ديمقراطي وشكل مختلف عن التنظيمات الراديكالية الأخرى هي فعلا قوات سوريا الديمقراطية وشرق الفرات. إن ذهبت تحول المحيط الإسرائيلي إلى قنابل موقوتة. أصبحت عندك 1000 غزة من بدال غزة واحدة. الحدود الأردنية والأردن بالحدود الإسرائيلية، لبنان والحدود الإسرائيلية، سوريا والحدود الإسرائيلية، كلياتها راح ينتقل الجهاديين منها ويقوموا بفظاع ضد الحدود الإسرائيلية، وراح يربك إسرائيل على المدى البعيد، راح يربكها بشكل كبير. طبعا مثل ما قلت لكم هدف الأتراك ليس ضد إسرائيل، لا بالعكس تماما. الأتراك يريدون أنه يكون لهم سيطرة على المعابر الاقتصادية نوعا ما ويستفيدوا منها، لأنه إسرائيل حبت تبلع الكعكة كلياتها، حبت تبلع الكعكة كلياتها من العراق ومن إيران ومن سوريا أيضا كلياتها، وما بيمر شيء من الأراضي التركية. وهذا المشروع المضاد بين الاثنين. فقام الأتراك بتشجيش كل القوى اللي كانت موجودة، وشفتوا انتم العمشات والحمزات والكذا وكلياته. أما القوات اللي كانت تابعة لأحمد الشرع على فكرة ما تدخلت، واللي كانت تابعة للتنظيمات الراديكالية الأخرى الجهادية حتى هي تدخلت مع الأتراك. يعني تنظيم القاعدة لم كل عناصر الموجودين في البادية وكلياته دخلها على مع العشائر على السويداء. تنظيمات أخرى اللي كانت محسوبة على
تنظيم القاعدة وإخوان المسلمين كلياته أيضا توجه إلى السويداء. الكتائب الجيش الوطني اللي تابعة لتركيا كلياتها، حتى شفتوا انتم صور أبو عمشة وصور القادة الأتراك، كلياتها شاركوا بالعملية هاي العملية بالأساس هي مو لصالح أحمد الشرع. انت شلون تجيش الدنيا كلياتها مشان تروح على السويداء، وبتعرف انت قوة إسرائيل وقوة أمريكا وقوة العالم كلياته، وانت بالأساس راح يرجعوا يحطوا اسمك بالإرهاب وراح يعملوا عليك عقوبات وكذا. ما من صالح أحمد الشرع. أي واحد عاقل في العالم كلياته بتفكير بسيط بيعرف هذا كله مو لصالحه، هذا كله إن عمل للتضحية بأحمد الشرع. نعم. وشفنا هلا الكونغرس مرة ثانية عم يدرس يعمل عقوبات على أحمد الشرع وإعادة قانون قيصر، وهذا راح يجي، هذا راح يجي كلياته. الإسرائيليين عملوا خطة ذكية جدا ونزعوا الجرافيتا والبدلة من أحمد الشرع ورجعوا لبسوا الأعباء الأفغانية. نعم. أمام العالم كلياته. وإحنا نعرف قوة الإعلام الإسرائيلي الموجود في العالم كله، ما بينها من الإعلام العربي، جزيرة وقطر وعربية وحدث وكذا، وهدول كلياتهم ما بيأثروا بالرأي العالمي نهائيا. اللي بيأثر هي امبراطوريات الإعلامية اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي العالم كلياته. بنشوف كل الصحف الأوروبية والقنوات التلفزيونية الأمريكية والصحف وكلياتها عم بتحط صورة الجولاني على أساس أنه إرهابي مرة تانية، وهذا ضغط كبير جدا على كل الحكومات اللي موجودة. فأصبح التعامل مع أحمد الشرع مسألة أخلاقية بالنسبة للدول العالمية كلياتها. وعم نشوف تحرك الكونغرس الأمريكي بسرعة الآن، والاتحاد الأوروبي أعلن بكل وضوح بأنه لن سيعيد النظر في العقوبات على سوريا. طبعا إسرائيل حصلت على الشروط اللي بدها إياها من دون توقيع اتفاقية سلام. كانت بدها الجنوب منزوع السلاح ودرعا وسويدا وقنيطرة بشكل كامل، حصلت عليه. وكان بدها أنه سوريا تكون كانتونات لا مركزية، فيدراليات أو كونفدراليات، حصلت على السويداء، وهذا اللبنة الأولى في الموضوع. لم تضطر إلى توقيع اتفاقية مع أحمد الشرع بحيث تركيا تبني قواعد وتتوغل في سوريا كما تشاء، وحصلت إسرائيل على هذا أيضا. والآن في أي وقت بدها تضرب دمشق وأي مكان في سوريا، حصلت على الضوء الأخضر أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية من دون أن توقع أي معاهدة سلام، وتحاسب دوليا على هذا الموضوع. هذا أمر أيضا هام للغاية. حصلت على إسرائيل على كل ما تريده بالحركة الغبية اللي قاموا فيها في السويداء هؤلاء الأغبياء السوركيين اللي أساسا ما بيفكروا لا بمصلحة الوطن ولا غيره. ونحن بنعرف العشائر بالأساس هي بوق لمن يحكم، وأيام حافظ الأسد وبشار الأسد كانت كل العشائر أو رؤساء العشائر هي مع نظام الحاكم، لدرجة أنه حتى مقاعد مجلس الشعب كانت مكتوبة باسمهم من 40 سنة إلى أن ذهب بشار الأسد. فبالنسبة لشيوخ العشائر اللي موجودين هم يحركون العشيرة، وأي كان الرئيس اللي بيجي رئيس العشيرة تابع له. من يحكم رئيس العشائر العربية اللي موجودة هي تابعة له، لأنه كله بده يرجع امتيازاته اللي كانت موجودة عند حافظ الأسد وبشار الأسد ويكون له مقعد. احنا شفنا يعني بأيام الثورة السورية كيف العشائر العربية كانت تمجد بشار الأسد وتوقف معه ضد الثورة السورية، وهذا حقيقة. هلا بده يجيني بيقول لي في كتير عناصر كانوا مع جيش الحر. ايه كانوا عناصر مع جيش الحر صح، هذول الخارجين عن طاعة شيخ العشيرة بالأساس كانوا يلتحقون بالجيش الحر. اجى داعش أصبحوا كلهم دواعش، وإلى الآن هم دواعش. شوفوا أحمد الشرع مثل ما بيقولوا بيعتمد على مين؟ حتى في الشام جميع المراكز اللي موجودة والمناصب اللي موجودة الإدارية والعسكرية هي لأبناء منطقتين، أبناء إدلب وأبناء الشرقية. ليش؟ لأنه إدلب كلهم كان تابع لهيئة وتنظيم القاعدة، والشرقية كله كان تابع لنفس الفكر اللي كانوا دواعش وانقلبوا وراحوا صاروا هيئة معاهم. فهمتوا؟
فهؤلاء استلموا كل شيء. هلا أبناء حلب، أبناء الريف الشمالي، أبناء مارع، أبناء المناطق الثانية في ريف حلب اللي كانوا كلياتهم أبناء الجيش الوطني ما استلموا مناصب. تركمان ما استلموا مناصب نهائيا، مناصب تافهة. مناصب اللي استلموها مناصب تافهة. راح يقول لي والله نائب ما بعرف ايش ونائب ما بعرف ايش. ما في مناصب نهائيا لهم نهائيا. هؤلاء لا يسرق محمد الجولاني، أحمد الشرع، سوى أنصار تنظيم القاعدة، سواء كانوا دواعش أو كانوا من جبهة النصرة سابقا، مع تبديل المسميات طبعا اللي حصلت. فبنشوف في الشام وبالمناصب هاي كلها ما موجود غير أبناء المنطقة الشرقية اللي كانوا دواعش بالأساس، والأدالبة اللي مستلمين كل شيء الآن. طبعا هذا مسوي امتعاض عند أهل الشام وأهل حمص الحقيقيين وأهل حلب، لأنه ما لهم دور نهائيا. ومو كل العرب السنة على فكرة احنا مع أحمد الشرع، لا، الأغلبية العظمى معارضة، لكن لا تستطيع الحديث. خايفين من أيام بشار الأسد وحافظ الأسد، خايفين انه يقوموا عليه، لكن ممكن نشوف انفجار في اي وقت، لانه الوضع اسوأ من وضع ايام بشار بكثير، لانه الوضع الاقتصادي جدا متهالك. طبعا بدي اقول لكم المسألة اللي حصلت في السويداء كان هذا تخطيط اماراتي. نعم، تخطيط اماراتي اردني مصري. الدول هاي ضد الاتراك وضد الرؤية السعودية ايضا بانه احمد الشرع يستلم في سوريا. والإمارات كانت متفقة على إسرائيل باللي حصل كلياته، وشفنا البيانات اللي طلعت من الإمارات ومصر والأردن بالفترة الأخيرة، فمع إسرائيل طبعا. وكانت المؤامرة كادت أن تودي بأحمد الشرع وحكومته بشكل نهائي. لكن مثل ما قلت لكم الأمريكيين ما بدهم فوضى كبيرة بالمنطقة كلها، وبالنهاية الأمريكيين سيرضخون للطلب الإسرائيلي، والإسرائيليين أحرجوا حلفائهم الأمريكان. نعم، أحرجوهم بشكل كبير. رجعوا أحمد الشرع إلى أبو محمد الجولاني المربع الأول، وهذا يترتب ترتيبات أخلاقية كبيرة أمام للأمريكيين والبريطانيين والعالم كلياته. هلأ اللي حصل، شو اللي حصل أيضا؟ ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، وجابت الجنرال مظلوم عبدي امبارح وطلبت منه أنه يساعد أحمد الشرع، مثل ما حصل مسألة الساحل، أنه يساعده كذا لحتى يرجع ويستطيع أنه يدول مرة ثانية ويعطوه فرصة. لكن أنا بأكد لكم جنرال مظلوم عبدي رفض رفضا قاطع، وقالوا أنا رايح على القامشلي وأنا لا بساعده ولا بدي أحط منطقة عازلة. شفتوا أنه قالوا يقولوا قسد بده يصير منطقة عازلة ما بين قوات الجولاني وإسرائيل أيضا. وطلب الأمريكان هذا، طلب الأمريكان هذا من قوات قسد أنه هم بيدخلوا، قالوا لا نحن ما بندخل. وهذا أمر مهم جدا. نحن ما مستعدين نبعث 30 40 ألف واحد من قواتنا ونفرغ منطقة كبيرة جدا ونشتت القوى اللي موجودة. وهذا كان تصرف حكيم جدا مهما كانت الضغوط اللي موجودة على قوات سوريا الديمقراطية. لا، كل واحد يقلع شوكه بإيده. طبعا نحن بدنا نساعد إخواننا الدروز، لا، بس بالعكس نحن بنضرهم إذا إجينا وصرنا بالنص بيناتهم وبين إسرائيل. فنحن هون ساعدنا أحمد الشرع، وأنا مجبورين نساعد الإرهابيين، بصراحة بقول لكم إياه. فلذلك حتى أنا بقول للإدارة الذاتية وللقيادة العسكرية أكبر خطأ استراتيجي التحريك حتى ولو جندي واحد خارج منطقتكم في المرحلة اللي احنا فيها، لأنه الخطة بالأساس كانت على أساس أنه إيش، يروحوا على السويداء ويعملوا عرض هناك، وعلى أساس استلموا الأسلحة وكذا وانتهى، وبده يدخل الهيئة والأمن والمؤسسات الدولة على أساس هي كانت تمثيلية. بعدين يتوجهوا على شرق الفرات، واللي كان بده يحصل على السويداء كلياته كان مرسوم انه يحصل على شرق الفرات، يجمعوا العشائر كلياتهم والشعب السوري كله ثورة شعبية عرمرم بدها تهجم على شرق الفرات. هذا كانت المخطط، لكن فشلت وتحولت إلى السويداء، وما نجحت معاهم انه تتحول الى شرق الفرات. هاي هلا بالوضع بعد ما صار هذا كلياته، اسرائيل
بهدلت أحمد الشرع وحولته إلى محمد الجولاني. أصبح هاي العملية راح تكون صعبة على شرق الفرات إنه يعملوها مرة تانية، إنه يلموا الدنيا والعشائر وكذا وعرمرم ويروحوا، والأتراك بيتدخلوا أيضا من تحت لتحت يساعدوهم يضربوا شرق الفرات. انكشفت لأنه بده العالم كلياته يوقف ضدهم، وأمريكا مضطرة تضربهم وقتها أيضا، لأنه بين أنه هدول همج، وهدول قاطعين رؤوس، وهدول قاتلين أطفال ووحشيين بكل معنى الكلمة. فهون حتى القوى الكردية أدركت المسألة هاي كلياتها. فالشعب الكردي 80 مليون بالعالم كلياته، يعني كتير بالآلاف مستعدين يروحوا يدافعوا عن أبناء جلدتهم، مثل ما هم عندهم عشائر. طبعا احنا كمان عندنا عشائر وبالآلاف، ويمتدون إلى تركيا وإيران، وكل كل عشيرة موجودة في شرق الفرات عندها آلاف الأبناء في العراق في تركيا وفي إيران أيضا، وراح يجوا من كل أنحاء العالم، لأنه هنا أصبحت مسألة كما يقولون مسألة عشائرية يعني. فالمسألة أصبحت صعبت على الأتراك كثير، والمخطط فشل بشكل نهائي. كل هذا المخطط اللي كان موضوع اللي أفشلته إسرائيل، وهنا إسرائيل ما أفشلته لسواد عيون الأكراد، لا، ولا دفاعا عن الأخوة الدروز، مشان الأخوة الدروز كمان بيعرفوا إسرائيل بتدافع عن مصالحها، وما بدها أنه تركيا تتحكم في سوريا. وإذا تحكمت تركيا في شرق الفرات يعني تحكمت في سوريا، يعني تحكمت بكل معابر الاقتصادية. وقتها راح تبقى إسرائيل محاصرة، وراح تبقى مثل ما هي وضعها، ولن تنفتح على العالم نهائيا، وراح تفشل كل مخططاتها الاقتصادية والتوسعية في المنطقة كلها أيضا. فبالنسبة للإسرائيليين بدليل، شوفوا أنا أعطيكم دليل للكلام هذا كله. الدليل أنه أول 3 أيام 4 أيام تباطأت إسرائيل أساسا بالدفاع عن إخواننا الدروز، وهذا بس مشان تحصل في مجازر. كانت تستطيع إسرائيل بأول يوم تمنع أنه ينقتل شخص واحد في سويداء. فشفتوا كل الناس كانت تستنى، إسرائيل ما ضربت، إسرائيل ضربت، إسرائيل ما ضربت، ضربات خجولة هون، ضربات خجولة هون، خلوهم يتقدموا لحتى إيش تحصل على أهدافها. فإسرائيل ما تحركت أول 3 أيام 4 أيام نهائيا، واستنت تقوم مجازر ويطلع صور ويطلع فيديوهات ويطلع كوارث وكذا، وهي بعدين هي يصير لها الذريعة الأكبر وتكون أقوى وتتدخل. فهي ضحت، نعم ضحت بالأخوة الدروز كتير من البداية، هذا حقيقة يعني، طبعا من دون أسباب، وأسباب تستثمرها الآلة الإعلامية في العالم، وتقوم حرب خاصة تقودها إسرائيل في العالم كلياته، يعمل لها ذريعة. الآن بعد اللي حصل ما في دولة بالعالم كلياتها تستطيع أن تحاسب إسرائيل حتى ولو بكلمة. وهذا هو الحقيقة. هنا المسائل الإنسانية في السياسات لا تأخذ بعين الاعتبار، وهذا قلت لكم إياه. وحكيت لكم أيضا كتير أنه كتير مرات يكون جزء من الشعوب اللي موجودة هي قرابين لتحقيق سياسات معينة موجودة، وبالفعل إسرائيل تركتهم يدخلوا وتركتهم يتقدموا، وأوهمت الأخوة الدروز أنه بدنا ندافع عنكم هون وهونيك، ضربت شوي هون ضربت شوي هونيك، بدنا نتصل، بدنا نعمل، بدنا كذا. أخذ شوية وقت لحتى دخلوا وعملوا جزء من المجازر. بس بنفس الوقت خبروا الهجري، الشيخ الهجري، وخبروا انه قاوموا قد ما تقدروا تقاوموا، لانه رح نتدخل نحن بالنهايه. وهذا حقيقه كمان، قاوموا مقاومه ابطال سباعه فعلا، لانه عرفانين انه بدها تتدخل اسرائيل وبدها تضرب. وهذا له ثمن طبعا، لانه في شعب، قسم من الشعب دفع الثمن. مثل ما قلت لكم المؤامره كانت واضحه، انه هي كانت بالاساس على شرق الفرات، لكن تغير مسارها بحنكه ومكر إسرائيلي كبير جدا، وغيرت المعادلة كلياتها، واستطاعت الحصول على كل شيء من دون ما توقع اتفاقية سلام، لا،
اتفاقية وقف إطلاق النار في السويداء حققت له كل الشروط اللي بدها إياها. وهنا المكر اللي حصلته إسرائيل، حصلت على الجنوب السوري كلياته ونزوع السلاح، وتقدر تدخل في أي وقت بدها إياه، وبأي وقت بدها تضرب أحمد الشرع والحكومة السورية اللي موجودة راح تضربها بكل سهولة من دون ما يكون في اتفاقية سلام وعقود عالمية تكبلها، والدول العالمية تجي بتحاسبها إنه أنت موقع اتفاقية سلام وكذا والأمور. وهذا المكر اللي حصلت فيه ونجحت بشكل كبير. الدروس دفعوا ضحايا، لكن هاي الضحايا حقيقة بالمكاسب اللي راح يحصلوا عليها تستحق. يعني الدماء اللي حطوها والتضحيات اللي حطوها بالنسبة للأخوة الدروس راح ياخذوا نتائج كبيرة عليها. شوفوا بدليل المؤامرة شلون إخراج العرب كلياتهم الموجودين أو البدو اللي موجودين في السويداء اليوم كله طلع من السويداء. هذا شو بده يرجع مرة ثانية؟ السويداء صار فيها جيش إسرائيلي، وكتائب من الجيش الإسرائيلي من الدروز اللي موجودين في إسرائيل، وإجوا عملوا غرفة عمليات فيها، وعملوا فيها نوع من أنواع المقاومة اللي حصلت واللي شفتوها على كل اعتدارها على فكرة الدروز الإسرائيليين. العمليات المقاومة اللي حصلت في السويداء دارها كلياتها الدروز اللي موجودين في جيش الدفاع الإسرائيلي، اللي اجوا وعملوا غرفة عمليات وعملوا خطط العسكرية اللي كانت تحصل. فكانوا يستدرجوا دائما جماعة الجولاني إلى الداخل، وكانوا يغلقوا عليهم الطرقات ويبيدوهم. وهذا كان تكتيك حربي ما بيطلع منه اخواننا الدروز الموجودين في السويداء. ليش؟ لما عندهم الخبره، مو انه ما لهم رجال، لا رجال وسباع كمان مثل ما يقولوا بلغتهم. لكن التخطيطات الحربيه هاي تحتاج الى علوم عسكريه وتحتاج الى تجارب، وهم ما لهم محاربين نهائيا قبل، فما عندهم هذا استراتيجيه حرب المدن. مين اللي بيملك استراتيجيه حرب المدن؟ اللي بيملكها هم دروز الإسرائيليين، لأنه كل عمرهم عم بيقاتلوا الفلسطينيين في المدن الفلسطينية، سواء كان في غزة ولا بالضفة الغربية ولا غيرها ولا غيرها. فقادرين يتعاملوا مع حروب المدن، وطبقوا نفس الاستراتيجية على جماعة الجولاني، وهذولاك كانوا يوقعوهم بفخوخ وكمائن ويدفعوهم انه يقوموا بمجازر ايضا. يدفعوهم يقوموا بمجازر، وكان التصوير محكم، ولسه الصور ما طلعت، وراح تشوفوا فضائح راح تطلع الآن، وراح يروجوا لها بالإعلام الغربي ويستفيدوا منها بشكل كبير، وراح يخلوا العقوبات على سوريا، ما راح تنرفع عقوبات على سوريا، وراح يرجع أحمد الشرع أبو محمد الجولاني، وممكن يطول فترة طويلة جدا. طبعا هذا الحركة اللي عملت واللي عمله أحمد الشرع باتفاق مع الإسرائيليين هو عملية تقسيم سوريا. حقيقة العملية هي عملية تقسيم سوريا. شوفوا التجيش العشائري اللي حصل والهجوم على محافظة، أكبر خطأ استراتيجي بالعالم كلياته، ما حدا بيقوم فيه مثل هيك أمر. بالعكس المفروض الكل يوقف ضده. أي محافظة بيقوم عليها متطرفين أو إرهابيين، الشعب هدول السوري والعشائر وكلياته يوقف ضده، لأنه أنت عم تخرب بلدنا، أنت بدك تقسم البلد. لا يستطيع أي شعب إنهاء شعب آخر أبدا، لا يمكن، مستحيلات هاي. فاللي راح أساسا راح ليقسم سوريا. أصبحت الزريعة مين بيقدر هلا يقرب على الجنوب السوري؟ غرب درعطرة يا شباب، منتهي رايح، واصلين لقطنة، يعني مركز مدينة قطنة وصلوا له، يعني على بعد 10 كيلومتر من دمشق. سيطرت إسرائيل على دمشق ناريا بشكل كامل. عشان تعرفوا، إذا إسرائيل بدها توقع عملية سلام معهم كانت مضطرة تنسحب، حصلت على اللي بدها إياه من دون ما تنسحب من شبر واحد من الأراضي السورية. وهذا ما أهدوا إياه العشائر العربية والحكومة الرشيدة بقيادة أحمد الشرع، هدوا لإسرائيل هدية على طبق من ذهب.
ومضطرين غصبا عنهم ينسحبوا الآن من الجنوب كلياته، مضطرين ينسحبوا من الجنوب كلياته، ومن دون ما وقع معك اتفاق السلام. وإمتى ما بدي أضربك، وأضرب القصر الجمهوري، وأضرب بأي مكان أنا بدي إياه. وحصلت إسرائيل على ما تريده بسبب غباء وحمقرة هؤلاء الأغبياء اللي جيشوا كل الجيوش هاي كلياتها وانطلقوا إلى السويداء، وكل المجازر اللي حصلت، وجبروا الأمريكان. اليوم طلع باراك وحكاها بكل وضوح: نحن ما نقدر نوقف الإسرائيليين، لا نستطيع إيقاف الإسرائيليين، وإسرائيل راح تعربد بسوريا مثل ما بدها. وهذا السياسة وحنكة سياسية حقيقة. وطلعوا هدول المطبلين اللي شبيحة النظام الجديد، اللي 24 ساعة مصدعين باللايفات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والشعب طول عمره مطبل، شعب طول عمره مطبل وما بيفهم غير بالتطبيل. فتحول جمهور النظام السابق إلى معارضة، وتحول جمهور الثورة إلى مطبلين للحكومة الجديدة. وما اختلف شيء بالنسبة للوضع العام نهائيا. تبدلت الوجوه وتبدلت الأشكال وتبدل الفريقين، من الفريق المدافع إلى الفريق المهاجم، والمهاجم أصبح فريق مدافع. وتيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي، والوضع هو ومثل ما هو.